تبدأ القصة في مدينة كبيرة. هنا صبي يدعى جوي يجلس على تلة وينظر إلى المنتصف. امرأة تستحم في البحر وجمالها يلفت انتباه جوي، اسم السيدة روس. وجوي كان يراقبها طوال الوقت. عندما يرى روس يصدر جوي ضوضاء عن غير قصد، وبعد ذلك يراه روس أيضا. رؤية روز ينظر إليه يصبح جويا خائفا جدا لدرجة أنه يهرب من المنتصف في حالة من الذعر. بعد فترة كان جويا ووالديه يتسكعون في السوق. كانت شقيقه ها معه وتراه في السوق كل يوم. أنا أتسوق في السوق. كل يوم عندما ذهبت للتسوق تبعها جوي يعمل في الفندق. كل يوم تبعه جوي إلى الفندق أيضا. أنها في الفندق كل يوم، يخرج من الغرفة كل يوم في الوقت ذاته. كل يوم عندما تخرج للحصول على النعال تسقط عينيها على جوي. سال جوي. إن كنت الولد في الوسط يرفض جوي، لكن روسا يوقفه ويدعوه إلى الغرفة. استمع إليه يا جوي. نظر روس إليه بعناية الآن، ثم بدأ في خلع ملابسه هذه المرة. هرب جوي من الغرفة في حالة من الذعر. جوي هو صبي يبلغ من العمر 18 عاما، وروس لا يزال في المدرسة الثانوية في الأربعينيات من عمره، ويعمل في مكتب البريد. قصتنا اليوم مبنية على هذين الرجلين، وسنرى جويا في مدرسته في اليوم التالي لانفجار كهف روس، وهو يتعلم بسرعة كبيرة بعد انتهاء المدرسة. اتصل بالفندق وسأل عن الغرفة التي تقيم فيها روز. لقد كذب على الناس في الفندق بأنني أقارب روس حتى يتمكن من معرفة روس منهم. من ناحية أخرى كانت تعمل كل يوم وتكتب رسائل للناس. ينظر إليه جوي من بعيد. أخبره موظفو الفندق بعنوان يومي، والآن بدأ يتبعه بعد رؤية روس. ذهب مباشرة إلى المنزل. اسم والده جوي ماري، وهي تحب طفليها كثيرا. تأتي إلى المكتب كل يوم. عندما عادت إلى المنزل في الليل وجدت الزهور على دراجتها. هناك زهور كل يوم. جوي أحضرهم إلى المنزل في صباح اليوم التالي. عادت روز إلى العمل مرة أخرى، وترك جوي المدرسة لمطاردتها كل يوم. كانت ترى جوي يتبعها، فتنزل من الدراجة أولا ثم تأتي إلى جوي وتسأله لماذا تتابعني. كان جوي يكذب ويقول إني مررت بالصدفة، لكن روز كانت ترى من خلال كذبته لقد أمسكته. هذا يجعل جوي حزينا كل ليلة. عندما يعود إلى المنزل يرى جوي في الخارج جوي. لطالما أرادت أن تكون صديقتها، لكنها ترفض كل يوم قائلة إن لدي حبيب وأنا أكبر منك، لذلك لا يمكننا أن نكون أصدقاء. بعد أن قلت الكثير دخل جوي وأغلق الباب. وقفت روز عند الباب وسمعت جوي يسقط. يجب أن يخرج ويتعامل معه في أسرع وقت ممكن. أصيبت إحدى يدي جوي بسبب السقوط أنه يأخذها إلى المنزل كل يوم. بدا في وضع مرهم لها بمجرد وصوله إلى المنزل. سألتها جوي عن حبيبها، لذلك أخبره روز إنه ذهب إلى مدينة أخرى في رحلة عمل وسيعود قريبا. والآن جوي يسأله ماذا كنت تفعل في الفندق، ورد على ذلك. أخبرتها روز أن المنزل كان يعمل لذلك. مكثت في الفندق ليوم واحد. عند سماع روز قال جوي أنني كنت خائفا في الفندق، لكنني لن أخاف ولا أهرب. اليوم له يأخذها إلى غرفة نوم. كل يوم هو أيضا عطشان لعدة أيام، لذلك يريد أن ينفجر في كهفه. عندما بدا خلع ملابسه خرج الماء من بنطال جوي. لا يزال جوي عاجزا لأنها تطلب منه العودة إلى المنزل كل يوم. وسأله جوي إذا كان بإمكان العودة مرة أخرى أثناء المشي في اليوم التالي. ذهب جوي إلى المدرسة أولا ثم اشترى النبيذ وذهب مباشرة إلى منزل لوج. سألتها روس عن والديها. جوي قال إن والدي كان رجل أعمال ثري. أمي تحب التصوير الفوتوغرافي. كان أبي أيضا لديه استوديو لامي، لكن أمي لم تكن ناجحة في التصوير الفوتوغرافي. ورشة العمل الخاصة به مغلقة الآن بعد المحادثة. بدأ جوي في مغازلة روس حتى إنه وضع إصبعه في كهفها عندما كانت دافئة هذه المرة. أخذ جوي حرارة روز من يديه لأنها سعيدة. كان جويا في المنزل بعد المدرسة في اليوم التالي. كانت والدتها ماري تخرج، لذلك أخبر ووفو جوي أن تعتني بأختها. غادرت جوي وتركت لها مسؤولية أختها. بعد فترة بدأت تمطر. بدأت شقيقه جوي في مشاهدة التلفاز بينما ركبت جوي دراجتها مباشرة لرؤية روز. كانت ملابس جوي مبللة بالمطر، وطلب منه روز تغيير ملابسه. أثناء تغيير الملابس أصبح كلاهما دافئا جدا. يبدو أن جوي قد انفجر في كهف روز. جوي أروي عطشها اليوم، لذا أصبحت روز سعيدة جدا في الوقت ذاته. سمع روز صوت سيارة حبيبته. بعد سماع الصوت سرعان ما بدأ في حزم حقائبه في عجلة من أمرها. أعطت جوي نصف ملابسها فقط وطلبت منه الانتظار على الشرفة. حبيب روز يدعى ويل. كان روس يتمنى أن يغادر مبكرا، لكن ويل لن يغادر مبكرا بسبب المطر جويا. كان في الخارج تحت المطر وشعر بالبرد. أعطيه فرصة كل يوم. يريد جوي أيضا أن يغادر ويل قريبا،
لكن ويل يبدأ في الانفجار في كهف روز ويمشي جويا بعيدا بعد سماع صوت الاثنين. بعد فترة من الوقت ينام ويل بعد شرب الماء، وسحب روز جوي من الشرفة، ثم ذهب جوي مباشرة إلى منزله. جوي وقع في حب روز، لذلك لا يستطيع رؤيتها مع شخص آخر. عندما عاد الرجل المسكين إلى المنزل، وباخته ماري أيضا لأنه ترك أخته اسم والد جوي هو نورمان، وورم يريد نورمان أن يوبخ جوي أيضا، لكنه لا يستمع. في اليوم التالي ذهبت روز لزيارة جوي في المدرسة. أرادت أن تعرف عن صحة جوي، لكن جوي أخبرها أن تغادر وتناديها بالطفل. قال: قلت لك من قبل، بس أنت تبعتني. قال: كثيرا في المساء جاء روز إلى استوديو والده جوي. الاستوديو مغلق لفترة طويلة، لذا اتصل جوي بروز. كان يعتذر لها كل يوم لأنها وصفتها بالخاسر. في ذلك اليوم يغفر لهم، ثم يسكبون الماء معا. مع مرور الوقت ازداد الحب بين الاثنين تدريجيا. لقد قضوا يوما كاملا في التقاط صور لبعضهم البعض. في أحد الأيام يأخذ جوي روز إلى مزرعة بعيدة عن المدينة. المزرعة تنتمي إلى والد جوي، وهنا يحصل الاثنان أيضا على المياه من بعضهما البعض. من ناحية أخرى كانت ماري تنظف غرفة جوي. يد جوي تبدو نظيفة. ترك روي هاتفه في المنزل، وترى ماري صورة روز الداخل كل ليلة. عندما يعود إلى المنزل سيعود إلى المنزل. سأله ويل: من أين أنت؟ يحاول روز تجنب كلماته مما يزيد شكوك ويل. قال بغضب: أخبرني الجيران أن فتى جاء إليك هناك شيء كل يوم. تنفس جيس عن غضبها على الزجاجة، وجزء منها يؤذي روز. الغضب كله في قلبي. هدأ من خلال إيذاء روز. قام بسرعة بإعطائها دواء، وتركها تنام كل يوم قبل الذهاب إلى السرير. اعترف بأن لدي ولد، وأنا ارتكبت خطأ كبيرا. كانت غاضبة ولكنها سامحته. سالت ماري جوي عن روز، وكذبت جوي بأنها صديقتي. عندما سألتها ماري، أخبرتها أنها تعمل في مكتب البريد كل يوم في وقت لاحق. أخبرت ماري نورمان أن ابننا تعلم كل شيء من امرأة كبيرة في السن، وأصبح مفتونا بها. في اليوم التالي جاءت ماري إلى مكتب روز. أخبرته أن يبتعد عن جوي، لأن امتحانات جوي النهائية ستبدأ في غضون بضعة أيام. تريد ماري أن يصبح جوي شخصا كبيرا من خلال القراءة والكتابة، كما أنه لا يحب صداقة جوي وروز. في اليوم التالي جاء روز إلى مدرسة جويا. جاءت لتخبره عن زواجها بويل حتى يتمكن جوي من نسيان والاستعداد للامتحان. فكرة الزواج كل يوم جعل جوي منزعجة. بعد بضعة أيام بدأ اختبار جويا، لكن جويا لم يكن في غرفته. فوجئ والديه برؤيته يختفي من الغرفة. جويا يجب أن يأخذ الامتحان وإلا سيدمر عامة بأكمله. روز ستتزوج اليوم، وويل يقوم بإعداد سيارة الزفاف. اقتربت منه نورما وسألته عن جوي. نورمان يشك في أن جوي سيأتي إلى روز. كانت تسمع صوته من النافذة كل يوم، وسرعان ما وصلت إليه. سأله نورمان عن جوي أيضا. روز ليس لديها جوي، لكنها تعرف أين قد يكون. سرعان ما يبدأ روز ونورمان في البحث عن جوي. بعد فترة وصل كلاهما إلى نفس المزرعة. هذا هو ماء جوي. روز جوي كان هنا أيضا، لكنه كان في حالة سكر. وضعه الاثنان بسرعة تحت الماء البارد حتى يتمكن من إزالة السموم. بمجرد أن كان في حالة سكر هاجم نورمان قائلا: إنك لم تعطيني الوقت أبدا، والآن أنت قلق علي بطريقة ما. أمسك بها وأخذها بعيدا. بعد فترة بدأ جويا في إجراء الاختبارات. بينما تزوجت روز من ويل، يدرك جوي إنه لا يستطيع الزواج بروز لأنهما مختلفين تماما في العمر والخبرة. في نهاية القصة يبدأ جويا في عيش حياته الخاصة وهو سعيد حتى بعد رحيل روز. هنا تنتهي القصة.